السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي من أمريكا. النهاردة حلقة متميزة وشيقة. عندنا بونس دي لاين ماركت دوت ماركت جميل جدا هيعجبكم. موجود في أتلانتا جورجيا، طبعا انتوا عارفين، فخلينا نبتدي الجولة ونروح نتفرج عليه. هو بونس دي لاين ماركت يا جماعة اللي انتوا شايفينه هناك دوت خلينا طبعا في زحمة عليه. ايوه هو دوت من بعيد، وديت المنطقة بتاعته علشان انتوا تشوفوا الوضع كله معانا. اوكي طيب، ورجعنا لكم تاني يا جماعة. احنا وصلنا عند البونس سيتي ماركت او بونس دي لاين سيتي ماركت. بصوا بقى، خلينا نتكلم عن المشروع كبير جدا طبعا. هو مش بس بونس سيتي ماركت لوحده، لا، ده هو دوت اتلانتا البيلت لاين. ايه بقى اتلانتا البيلت لاين ده؟ الاول اتفرجوا على شويه المناظر التحفه ديت، اوكي، وبعدين تعالوا نرجع نروح في اتجاه البونس سيتي ماركت. اول حاجه خلينا نتكلم على الاتلانتا بيلت لاين دوت اللي احنا ماشيين فيه. دوت كان محطه، ده كان خط سكه حديد يا جماعه. بصوا بقى، يعني بصوا على الارض، يعني لو تلاحظوا على اليمين وعلى الشمال اللي هي بتبقى الجزء بتاع خطوط السكك الحديد، تمام. بسبب عدم الاحتياج ليها تم الغائها، واتعمل البيلت لاين دوت اللي هو اتلانتا بيلت لاين. بيعدي بكذا مدينة يعني وكذا حي في اتلانتا، وبيربطهم ببعض. طبعا تحفة، يعني الناس بتطلع تجري فيه، تتمشى، تركب عجل، فطبعا حاجة خطيرة جدا يعني. ومن معالم المدينة، هم ما لغوهوش خالص الخط السكة الحديد، ولكن حولوه لممشى ومزار وحاجات زي كده. الناس بتجي من العالم كله تتفرج عليه. خلينا نتفرج على الخط السكة الحديد القديم اهو. بصوا يا جماعة، شايفين دوت الخط السكة الحديد طبعا. واحنا يعني كل واحد يلزم اليمين بتاعه، يعني اي واحد ماشي في اي اتجاه يلزم اليمين بتاعه. ليه؟ لان في عجل وحاجات ماشيه وكده يعني. فدوت احنا ماشيين على خط سكه حديد قديم، حلو قوي. في النهايه بقى محطه السكه الحديد، حلو، محطه القطارات. انشئت امتى محطه القطارات ديت؟ سنه 1905، وكانت اكبر مبنى من الطوب موجود في الجنوب. طبعا جورجيا في الجنوب، يعني فوق فلوريدا على طول، وهو كان من اكبر المباني المبنيه من الايه، من الطوب. حلو قوي. سنه 1926 سيرز استحوذت على جزء منه. يعني من الواضح ان هو من اول لما انشئ، وفي يعني الاحتياج للقطارات والحاجات اللي زي كده بتقل، يعني احتياج للمواصلات او التنقل بالقطارات يمكن. يعني المهم اتباع جزء منه لسيرز، فضل مع سيرز. انا ما اعرفش، يمكن سيرز استحوذت عليه بالكامل، بس ما اعتقدش، لان كان القطارات كمان شغاله فيه. فلغايه سنه 1979 جت شركه اسمها جيمس تاون وطورت في المبنى بتاع القطارات، واتلغت القطارات نهائيا، وطورت فيه شويه وخلته مركز تجاري. سنه 2014 اتحول بقى اتحول لبونس سيتي ماركت اللي احنا رايحينه دلوقتي. يبقى هو كان من مبتدأه، من اول لما انشئ كان محطة للقطارات، وانتهى بيه الامر ان هو يبقى بونس سيتي ماركت. بصوا بقى البيلت لاين وجماله. طول ما احنا ماشيين نلاقي كافيهات على اليمين، مطاعم، طبعا بقى يعني هم بيتفننوا في بارات وفي حاجات تانية. هم بيتفننوا ان هم يبقوا مختلفين عن اللي جنبهم، يعني سبحان الله، كله بيقدم مأكولات ومشروبات، ولكن بأشكال مختلفة ومتنوعة. وطبعا بقى البيلت لاين ابتدى يعمل ويفرز حاجات جميلة زي ديت. المباني ديت كلها مباني كوميرشال، مباني تجارية، مكاتب وشركات وكده، يعني ليها المقرات بتاعتها. زي ما انتم شايفين يا جماعه، طول ما انتم ماشيين ممكن بقى تأجروا الحاجات ديت، السكوترز والعجل،
وتقدروا تلفوا بيها، لان هو البيلت لاين دوت. انا ما قلتلكمش ان الطول بتاعه حوالي 22 ل 25 مايل. المايل 1.6 كيلو، يعني خلينا نقول مثلا متوسط 1.5. يعني احنا بنتكلم في حدود ال 35 كيلو، ممكن يقرب للايه، لل 40 كيلو. تعالوا نتفرج على المنطقة ديت، هتعجبكم الجزء دوت عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. طبعا يعني هي القصة ديت بتفكرني بدبي شوية، دبي زيها، ولكن هنا كله زي ما انتم شايفين يا جماعة، الأساس بتاعه خضرة. هناك في دبي الأساس بتاعه صحراء ومبني عليها، بس برضو يعني هم طبعا عاملين لاندسكيب وعاملين خضرة وعاملين حاجات جميلة جدا، بس هو ده كله طبيعي. بصوا المية دوت تقريبا اللي يشرب منه الحيوانات، القطط والكلاب وكده، وديت للأطفال، وديت لو حد عايز يملي ازازة المية بتاعته. بصوا المبنى طبعا يعني انت بقى لو جاي كل يوم الصبح تشتغل في مكان زي دوت، بتهيألي اكيد اللي انت هتبدع يعني، صح؟ ماشي، نتفرج بقى على المنظر. المنظر من هنا هيعجبكم جدا. طبعا بقى البوند سيتي ماركت برضو نفس الموضوع، من نفس الروح كده، بس كان مبنى قطارات يعني. قرب الزوم شوية، مش قوي كده. يعني هو كان مبنى قطارات البوند سيتي ماركت، فعاملين برضو فيه المتاجر والكافيهات، وفوق في الدور الأخير في الروف عاملينه برضو كافيهات وكده، تتفرج على المنظر من فوق. مسمينه تقريبا السكاي لاين تقريبا، يعني هو سكاي حاجة يعني. خلينا بقى نروح نتجه إليه على البوند سيتي ماركت ونشوف البوند سيتي ماركت عبارة عن ايه. بصوا يا جماعة الكافيهات والأماكن، يجوا بقى يقعدوا في الشمس يتشمسوا، ياكلوا ويشربوا. في سياح كتير جدا طبعا، يعني ما ينفعش حد جاي بيزور أتلانتا وما يعديش على البيلت لاين دوت من هنا، اللي هو تقريبا بيبتدي من عند البونس سيتي ماركت، فيروحوا من عند البونس سيتي ماركت يتفرجوا عليه وينزلوا يتمشوا في البيلت لاين دوت. تقريبا نورث لاين، دي المباني ديت سكنية اسمها نورث لاين. تحفة طبعا يعني. يلا نقابلكم هناك، وطول ما احنا ماشيين برضو هنفرجكم على مناظر وحاجات جميلة يعني. اللي مش مشترك في القناة اشترك يا جماعة، وخشوا هتلاقوا حلقات جميلة جدا هتعجبكم. ممكن بقى حد يركن هنا وينزل يتمشى في البيلت لاين، يجيب العجلة بتاعته ويركبها. المعلم ده مش مؤجر طبعا، يعني ده هو جايب العجلة بتاعته ديت ومشغل الكاسيت زار. كان حلمه ان هو جاي يسكن هنا بقى وينزل بالعجلة بتاعته يلعب. المناظر كلها تحفة طبعا يعني. ماشي، نوقف ونقابلكم لما نقرب شوية من السيتي بونز ماركت. سوري، بونز سيتي ماركت. المنظر من هنا هيعجبكم قوي، خلينا كمان نتفرج عليه بعدين نكمل. طبعا كبير البيلت لاين وممتد. بصوا الشوارع من هنا، تخيل بقى الحياة وصخبها والمدينة والشوارع، وانت فوق بتستجم، تجري، تتمشى، تشرب حاجة، ريلاكس.
في كروجر هنا كمان. ماشي، هنوقف تاني نرجع لكم. او دوت المون سيتي ماركت، خلاص يعني احنا قربنا له. هو دوت يا جماعه كويس، خلينا نتفرج عليه من بره كله. هو المبنى دوت اللي احنا صورناه من على الطريق اهو. في باركينج ادوار متعدده، وندخله من جوه بقى نتفرج عليه. ماشي، نقابلكم جوه ان شاء الله. وصلنا البونز سيتي ماركت. ديت الخريطة بتاعته، ودوت من ضمن الابواب بتاعته سنترال فورد وذا يارد. خلينا نتفرج على الخريطة. دوت الروف. اوكي يلا بينا ندخل. كان محطة قطر يا جماعة، اللي احنا ماشيين فيه دوت كان محطة قطر سنة 1905. كان أكبر مبنى بالطوب ساعتها. هل احنا بنحترم المباني القديمة بتاعتنا كده؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. يعني أنا عارف الإجابة عندنا في مصر الحقيقة، معرفش الإجابة عندكم إيه الأخبار، لكن دول بيأجروا عجل. بصوا، عجل كهرباء بقى. احنا كمان جايين في وقت مش يعني في ناس كتير جايه بتتفسح كده، بس انا اعتقد ان في الاجازات وفي المواسم الموضوع بيبقى اكتر من كده بكتير، يعني بيبقى زحمه جامد. لان النهارده برضو يوم عمل، قبل بكره ثانكس جيفن، اجازه رسميه، عطله في الولايات المتحده الامريكيه كلها. ف لسه الناس ما خدتش اجازه، يعني معظم الناس شغاله، يعني حتى لو طلعوا بدري النهارده نص يوم او كده، بس لسه في شغل. النهارده يوم عمل رسمي، فكل الناس اللي موجوده ديت